لكننا اليوم هنا لنقول بشكل واضح إن الدول العربية يجب أن تتحد في مواقفها وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الشعب الذي عانى من أفظع أنواع القهر والظلم. كما نؤكد في الجمهورية العربية السورية أننا على استعداد تام للمساهمة في كل الجهود الإنسانية السياسية والدبلوماسية لإغاثة أهل غزة والضغط على المجتمع الدولي من أجل وضع حد لهذا العدوان. ومن هذا السياق يجب أن نعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وحقه في تحقيق مصيره. إن غزة اليوم هي فلسطين، وفلسطين هي غزة، وكلنا اليوم هنا لنكون صوتاً واحداً للعدالة والسلام.